اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول عيب وحرام وقلة حياء وقلة دين. ايه اللي حصل؟ طبعا حضراتكم عارفين صورة الطبيب اللي علقت عليها كتير من البنات ومن الزوجات على قد ايه الدكتور ده وسيم وقد ايه ما شاء الله حلو، وتعليقات للأسف الشديد يعني غير لائقة ابدا ابدا انها تطلع من اي بنت، سواء كانت بنت مخطوبة او سيدة متزوجة او اي بنت عندها حياء. الحقيقة الكلام والتعليقات اللي اتقالت ما يصحش انها تتقال لا بالجد ولا بالهزار اصلا لو احنا عندنا حياء وعندنا دين. كل نظرة وكل كلمة وكل انطباع حتى احنا بناخده محسوب عند رب العالمين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كمان قال ايه؟ العين تزني وزناها النظر. يعني مش معنى ان انت مسكتي بقى الصورة وبتبصي عليها بس كده وعمالة تقلبي فيها وتفتحي فيها ان انت مش بتبصي لحد بره، لا انت كده العين تزني وزناها النظر، وانت عمالة تبحلقي في صورته وتتأملي في جماله بالطريقة دي. الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بغض البصر أمر الرجال والنساء الاتنين على حد سواء، لما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبعدها على طول قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وغض البصر مش معنى كده ان احنا نكون بره في الشارع فبنغض بصرنا بس، لا احنا بنغض بصرنا كمان على المشاهد اللي زي دي. كمان انت لقيتي صورة حسيتي ان انت هتفتني بيها، ليه عمالة تقلبي فيها مرة واثنين وثلاثة وتكتبي كمان تعليقات غير لائقة ابدا ابدا؟ ازاي تسمحي لنفسك تكتبي تعليقات على حساب دينك الاول وعلى حساب مشاعر خطيبك او زوجك وعلى حساب كرامته؟ ازاي تعملي حاجة زي كده على حساب رجولته؟ وطبعا احنا سمعنا كتير من اللي اتقال والعهد على الراوي ان بعض حالات فسخ الخطوبة والطلاق تمت بسبب الموضوع ده. والحقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي البنات والنساء اللي هم عملوا زي كده ويغفر ليهم ويصلح حالهم وحال بيوتهم وازواجهم وخطابهم. لكن الحقيقة ان اللي حصل ده اسمه تعدي، اسمه قلة حياء، اسمه قلة دين. ما ينفعش ابدا ابدا مهما كان ان انت تتكلمي بالطريقة دي او تعلقي تعليق زي ده. انا شفت تعليق اعزكم الله بنت بتقول ده انا على كده بقى مخطوبه القرد، اعزكم الله. تخيلوا مشاعر زوج خطيبها او زوجها لو هي عاقده يشوف تعليق زي ده. ازاي تسمحي لنفسك تعملي حاجه زي كده؟ فين الله سبحانه وتعالى وفين حيائك من كده؟